لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برازان خوشحال ملواني 1112 لوانه كان تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان بمن بست رزامندي رب العالمين وهي ودار بأوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. بەڵێ خۆشەویستان، الله تعالى هەر لە باسی کەسانێکی کافر دەفەرمی وەکو لە تەفسیر محرر بە کورتی معنای ئەو ئاتە دەفەرمی يخبر تعالى أن المشركين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. کەواتە دەفەرمی کەسانێک لە مشریکەکان عیبادەتی غەیری الله تعالى دەکەن، کەسانێک عیبادەت دەکەن یاخود عیبادەت بۆ کەسانێک ئەنجام دەن کە ناتوانن زەرەریان پێ بگەینن و ناتوانن سوودیان پێ بگەینن. ويقولون إن هؤلاء الذين نعبدهم يشفعون لنا عند الله. ودلين أوانك إيما ديان پرستين لغير الله أوانا تكاكارن لبو إيما لله الله تعالى. وأمر الله نبيه أن يقول لهم الله تعالى فرمان پیغمبر كيدك صلى الله عليه وسلم كبيان أتخبرون الله بما ليس موجودا في السماوات ولا في الأرض. أنقو هوال با الله تعالى دن بشتك كأصلا وجودين ينال آسمان كانوا لزبي تنزه الله وتقدس عما يشركون. الله تعالى باكترو منزهترو بيروسترا لو يكوا مشركة كان ديلين درباري أو مناسبة وآتلقى بيشوتر وكرازي دل أن الكافرين إنما التمسوا من الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن غير هذا القرآن أو تبديل هذا القرآن. وكل آت كان بيشوتر كافر كان داوان لبيغمبر صلى الله عليه وسلم قرآنك بيني غيري أو قرآنه يان أو قرآنه هي كموجودة تبديل بك أو قرآن كارتيدا بك، لأن هذا القرآن مشتمل على شتم الأصنام التي جعلوها آلهة لأنفسهم. لبرسي أوان داوي قرآن كاريدا كان لبري أو قرآن باسي أويتي ذاك أو بتصنماني كأوان با إله برستراوي دزانا أو قرآن أو أصنام بتصنم برستراوي بنا حقانا بكم لقلم ددا. فلهذا السبب ذكر الله تعالى في هذا الموضع ما يدل على قبح عبادة الأصنام. لو آتى خوي سبحانه وتعالى باز لو إذا عبادته برستن لبو بتصنع مكان شتيش زور قبيح نامويا ليبين أن تحقيرها والاستخفاف بها أمر حق وطريق متيقن. تاوكو بيان بك براستي بكم زانين رسوا كردني أو عبادتك غير الله تعالى شتيشي حق رجايك بيقين دبي أو رجاي إنسان عاقل بقري تبر كعبادة كردني غير الله تعالى شتيشي زور عيبة لقل عقل ناوشته وشتيشي كمو كرتا لو يخوي سبحانه وتعالى وآتدا تأكل لسر أو حق تيدكاته. ابن عاشور ضلي أو آتش هل عين لسر أو دا بزو إذا تتلى عليهم آياتنا بينات كعيني خوي سبحانه وتعالى في المرقات كان خوي له بخين دريته وانك وإيمان بآخرتنا دلين أو قرآن بقرة دلي أوش عطف لسر آتا عطف القصة على القصة أوش وكو عطف قصيك لسر قصيشك. فهذه قصة أخرى من قصص أحوال الكافرين كوات اللي رش بس لا لانش كي جياني كافر كان دكا كاتيكوا
أوان دلن ائتي بقرآن غير هذا حين تتلى عليهم القرآن كاتك أوان دلن أو قرآن بقورة بقرآن يشتكى لكاتك دا أنهم يعبدون الأصنام أوان بخوان بتو صنم دا فرستن ودلين هؤلاء شفعاؤنا عند الله أو بتو صنمانتك كان لابو إيمل الله تعالى. والمناسبة بين القصتين مناسبين بين أودو قصة أو أن في كلتيهما كفرا أظهروه في صورة السخرية والاستهزاء كواتل هردو آتان خوي قرباز لو كفري كافران دكا كأوان بشيوازي كالتزاري دري دبرا وإيهام أن العذر لهم في الاسترسال على الكفر كوات أوان أو قال تزاريا كدي تعذرك لبخوان والله لو أما دي برستين لبر أو يتكامل لو ذكر الله تعالى والله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم أي ويعبد المشركون من دون الله آلهة من الأصنام وغيرها مشرك كان كالله نابرستن لبران بدأت سدا برستن بتو صنم ياخذ غيري بتو صنم ده برستن سكا إنسانه هل فطرته وآخرك لا حزل عبادته أجر الله تعالى نابرسي غيري الله ده برستي إتر أو مشركان غيري الله ده برستن لبتو صنم يعني لغيري أو بتو صنمان لا تضرهم إن تركوا عبادتها أو بتو صنمان أجر نشيان برستي ناتوانا هزررت بيبغينن ولا تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة عبدوها ولا مقابل زكاتك وعبادتك نلا دنيا نلا قيامته السودية شامبينها جيني كاتب عكسي إلهي حق كوا الله تعالى كاتك ودي برستي بختوري دنيا وقيامة الدكاء أجر نش برستي لبر أو بزرري خوتا ودبي دوتاري سزاي دنيا وقيامة دبيوا أبي حيان ضلي هذا إخبار على سبيل التجهيل والتحقير للكفار ولمعبوداتهم كوات أخوي سبحانه وتعالى كذا فرمي أنا برستراوان يكدا برستن كوان نزرري عن هي نقازانز لبويان دفرمي أخوي سبحانه وتعالى كوا حقة ملوبازك مداي جهل نفاميتي أو كافرانا وهلوها مداي حقارة بقيمتي أو شيء كذا كان بخويانو بمعبودو ببرستراو بنا حق كانيان وللتنبيه على أنهم عبدوا من لا يستحق العبادة وهو أقادار كالنبي كأوان برسن لبو شتانك أنزام دن كوا لايق نين يقزر عبادتي يعني لو أنزام بدري بقاعدة لي لما كان السياق للتهديد والتخويف كاتك وليرد السياق سياقيات لبو هرشية لبو هرشة كردنا لكافر كان قدم الضرة هون ليرة ما لا يضرهم ولا ينفعهم لزيد كايد كش كواخوي سبحانه وتعالى باز لنفع ضرك آله برسلا وبنا كان لهند زيان نفعي ببيش ضرية خستية لهند زيان ضري ببيش نفعي خستية ليرة دفن ما لا يضرهم ولا ينفعهم دفن ليرة ضري ببيش يخستية ما لا يضرهم وتنبيها لبرسي الضريبة بيش يخستيا لبره لينا مقامك مقام التهديد مقام هرش كردنا على أنهم مغمورون في نعمه التي لا قدرة لغيره على منع شيء منها وهروها تنبيها لسلوي كواوان أو كافران لكاتك دا أو كارد كان كوان نقم بوينا لنا ونعمة كان إخوائي قول سبحانه وتعالى فعليهم أن يقيدوها بالشكر أصل واب أوان أو نعمتان بارد قال سبكن بشكران بجاري لبو الله تعالى نقبسن غير الله تعالى برسنك هيد زرر يشيان ناتوان بمعبودة كان يعني بقين وهيز قازان زي بيناقين كواتل ويضر ببيش خستيا لبرو مقامك مقامي تهديدا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي ويقول المشركون كواتل المشركان كأبو تصنمان دا برسن ودلين هؤلاء الذين نعبدهم يشفعون لنا عند الله طلين أو بتو صنمان تكامل لو ذكى لا الله تعالى طبعا فلسفة كان أو بك أو بتو صنمان تمثال رمز لبو ملائكة شكسيخ والعياذ بالله يتر أوانا تكامل لو ذكى لا الله تعالى وهركس غير الله ذا برستي بوني زيدي برستي شيخ ومشايخ كذا برستي ياخذ هركس ذا برستي بوني زيدي برستي كأو تكايلو ذكى لا الله تعالى قال الواحدي قال أهل المعاني توهموا أن عبادتها أشد في تعظيم الله من قصده بالعبادة
کەواتە ئەوان بەو وەهم و غەڵەتەیدا تێپەڕینە عیبادەتکردنی ئەو بت و سەنەمانە گەورەترە لەوەی کەوا خودی ئەڵڵا تەعالا پەرستی فعبدوها وأحلوها محل الشافع عند الله وتلوي هاتن أو بتصنع منان فرس كوا وكأنما أوا شفاعة كان دودكا لا تفسير منار ضلي أساس عقيدة الشرك بناغي برباوري شرك هاوش بيدا كذن أن جميع ما يطلبونه من الله لا بد أن يكون بوساطة المقربين عنده أساس بناغي الشرك لوي وسر هالضدا أو شتاني كالأخوة داوادكي أوان دانغو مشرك كان دلين فيوست واسطيك لبيني تو لبيني الله هبي لو واسطي داوابكي لأنهم لا يمكنهم القرب من الله والحظوة عنده بأنفسهم لبري وانوات الصور كان بخوان ناتوان أون دل أخوان الزيق ببنوا أو مقام برزبدز بين كواراستا وخور أخوة يقول ببارينوا لأنها مدنسة بالمعاصي لبروان بيس بوينة بمعصيات راستا وخوناتوان الله تعالى بارينو ببرستن بلكو دبيت كاكارق لنيوانيان هبي والعياذ بالله أو عقيدة الشركة بخلاف دين التوحيد عكسي دين التوحيد ويكتا برستيا فإنه يوجب على العاصي أن يتوجه إلى الله وحده واجب دكار سر أو كسي كوا همو بقشتي وبتايبتي كسي كوا بجناهي كرديا دبي بتنها لولاي الله تعالى بقريه يتوجه إلى الله تعالى توجه بكي تنهال ولاي الله تعالى توبة بكيو هل أويج داواب كي كواليت خوش بي ورحمة بيبكا قرطبي دلي هذه غاية الجهالة منهم أو أوان ديكن أو برين فاميتية حيث ينتظرون الشفاعة في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال أو برين فاميتية بتو صنميكو پرستراوانيش بنا حق دا پرستان رجاشان ولا آخرت كان لو بكالكاتك دا للدنياش دا حيث تواناي نية قازان زراريشان في بقيني لمزموم فتاوى دلي كان المشركون معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض كاتا مشرك كان بخواني اعتراف دكن فرسرابنا كانيان شركاتيان نكر لقال الله تعالى لا تذكرني أسمان كانوا زوي ولا خلق شيء وهيش تيش خلق نكر بخوي وإنما كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كاتا أوان تشاك دزان كوا أواني كأوان ديان فرستن لغير الله تعالى خالق نين وشريكيش نين لقال خوال خلق دا بەڵام تەنها دەڵێن ئەوانە تکاکارن لۆلای خی گەورە لە بۆ ئێمە هەروها ئیبن تەیمیە لە ئەخنائیە دەڵێ المشرك يقصد فيما يشرك به أن يشفع له کابرای مشرك ئەو مەبەستەی لە شرک چییە ئەو کەسەی کە دەیپەرستی و دەیکات شەریک لەگەڵ الله تعالى شفاعەتی لۆ بکا لای الله تعالى أو يتقرب بعبادته له إلى الله يعني بعبادة كردني أو بتصنم الأخوان زيق بيتوا أو هو يحبه كما يحب الله يعني وتا خوشي دبي وكو الله تعالى خوش دبي والمشركون بأصحاب القبور توجد فيهم الأنواع الثلاث أواني كوا قبل برستيشن لمشركة كان بهمان شيوة هرسي نوع لشرشيان تيدا هرسي نوع لشرشيان تيدا لو يو قبل إذا برستي وقمان دبا تكايلو بك لأخوي قولا لوي أو قبري دا برستي رجاي وك لأخوي نزيجي بكاتوا لوي خوشي دوي هر وكو خواي خوش دوي إتر هر سينوع عيني وكو شركي مشركة كان أصحاب القبور أنزامي ددن لا بدائع الفوائد ابن القيم كاتك دفرمي أو آتا بلغي لسروي أن كل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا أو كوا زرار قازانز بدستي أو هر أويش برستراي بحقا فالمعبود لابد أن يكون مالكا للنفع والضر أو كبرستراي بحقا ديار نفع وضر سود زيان هذا بدستي أو بي ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا لو يا أخوة سبحانه وتعالى
ئینکاری دەکا لەو کەسانەی کە شتانێک و کەسانێک و دەواتێک دەپەرستن کەوا نەفع و زەر بەدەستی ئەوان نییە. ابن عاشور دەڵێ واختيار صيغة المضارع ويعبدون من دون الله ويقولون لبرتسي بصيغة المضارع هاتيا تاوكو حالتك بين تبيش تساومان وهروها بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوا ئەوان هەروەکو لە ئێستاوە ئەو حاڵەتە شرکیەی ئەنجام دەدەن لە مستەقبەلیش لەسەری بەردەوام بوونە هەروەکو لە ڕابردووش ئەنجامیاندایە لە بەرەو سیغەی فعلی مضارع ئەوە دەگەینیتن کەواتە هەم لە بۆ ئیستیحضارکردنی سوورەتەکەی ئەمە تەسەووری بکەین هەم لە بۆ بەردەوامیان لە ڕابردوو لە ئێستا و لە داهاتوو ئەوان ئەوە کار و پیشە و ئەوە ئیعتیقاد و ئەوە بیر و باوەڕیانە لەو پەرستنەی کەوا لە بۆ غەیری ئەڵڵا تەعالا دەیپەرستن. دیارە شتی تریشمان لە تەفسیری و ئاەتە بەڵام لەبەر تەوابوونی کار دەوەستین بە پشتوانی ئەڵڵا تەعالا لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەتی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.